تعال نشوف بقى ذكاء الشركات اللي احنا مقاطعينها بتاعت المنتجات الامريكيه. دي شركه دانون. انا مع يعني انا دخلت عند سوبر ماركت، فالمفروض ان انا بدور على اي حاجه مش مصنوعه في امريكا او مصنوعه في اسرائيل او مصنوعه في الدول دي، عشان انا مقاطع. فلقيت منتج مكتوب عليه البركه. البركه انا ما اخدتش بالي بقى انه مكتوب فوق دانون، يعني انا اخدت على انه البركه، فقلت ده عشان ما اخدش دانون اخد البركه، ممكن يكون ده حاجه مصريه. فاكتشفت بعد كده يعني لما ركزت شويه لقيت مكتوب فوق دانون، فده تحفي ورا كلمه، هو كاتب كلمه البركه بخط كبير وكلمه دانون بخط صغير، عشان انت تنخدع لما تيجي تشتريه وتاخده على انه منتج مصري. كمان قلبت الدنيا على اي منتج غير بيبسي او حاجه ما تكونش انتاج شركه بيبسي، وجبت فروتس دي. وبعد ما شربتها حبيت اعرف فين المصنع بتاعها، فلقيت مكتوب انتاج شركه بيبسي. يعني كاني ما عملتش حاجه. احنا بنضحك على نفسنا يا جماعه، في تخفي، الشركات دلوقتي بتتخفى ورا اسماء تانية. طلعت كمان دي انتاج شركه بيبسي. انا ما رضيتش اخد البيبسي، فخدت منتج تاني تحت اسم تاني انتاج شركه بيبسي، وما رضيتش اخد الدانون، فخدت منتج البركه اللي هو تبع شركه دانون. فاحنا بنلف يعني بنلف حوالين نفسنا، يعني اشتغالة جامده جدا ومش هتعرف تهرب منيهم، لان مفيش عندك منتج مصري بصراحه. يعني عايز تجيب منتج مصري، هات زبادي ابناء شعبان، وهات سينا كولا اللي انت ما بتشربها بترجع، يعني فمنتج مغيظ جدا. شكرا.